السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. بداية حاب أشكر كل من تواصل معي في الخاص وأرسل لي دعوة طيبة، شكرا لكم. توصلني كثير من الرسائل على الخاص على اللي قاعد يحصل في الموصل. شنو اللي قاعد يحصل؟ والناس مو فاهمة. اسمع شنو اللي قاعد يحصل. هذا الأمر اللي قاعد يحصل في الموصل هو مخطط قديم. المخطط هذا أعلنت عنه كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد بوش الابن. هذا المخطط سمته الشرق الأوسط الجديد. فكرته تقوم على تغيير الشعوب عن أماكنها. شلون يعني؟ اسمع. الأغلبية في الوطن العربي هم أهل السنة والجماعة. هذا المخطط قائم على أن تكون هذه الأغلبية بعيدة كل البعد عن مناطق النفوذ والحكم، وأن يحل محلها أقلية صفوية تابعة لإيران هي تدير شؤون هذه المنطقة لصالح أمريكا. وعلشان يتم تمكين الأقلية لازم يصير في شيء اسمه تغيير ديموغرافي. يعني شنو؟ يعني تغيير الشعوب عن أماكنها. فالأغلبية السنية في بغداد لازم أنها تهجر إلى مناطق بعيدة عن آبار النفط وبعيدة عن دائرة القرار السياسي. هذا اللي قاعد يحصل بالضبط في الموصل، تطهير وتهجير أهل السنة من أماكنهم وبلدانهم إلى مناطق نائية. واللي يقوم في هذه العملية هم الأقلية التابعة لإيران تسندها الدول الكبرى. شلون؟ اسمع. في حلب في سوريا بشار الأسد وجيشه التابع لإيران يقوم بتهجير وقتل أهل السنة تدعمه روسيا. وفي العراق في الموصل الجيش العراقي التابع لإيران والحشد الشعبي التابع لإيران يقوم بتطهير أهل السنة تدعمه أمريكا. أما كيفية أو وسائل هذا العمل فهي خطة غاية في الخبث والمكر. شنو الخطة؟ اسمع. الخطة هي أن تقوم الاستخبارات الأمريكية والإيرانية بإيجاد جماعة خبيثة خارجية تكفيرية تخرج في هذه المنطقة. يتم التسهيل لهذه الجماعة المجرمة العميلة في الدخول إلى مناطق أهل السنة واحتلالها والسيطرة عليها، ويتركونها مدة من الزمن. وعلشان يكون في مبرر لدخول مناطق أهل السنة لابد أن تكون مثل هذه الجماعة الخبيثة موجودة داخل، فيتم إعلان الحرب على هذه الجماعة من أجل تطهير أهل السنة. وهذا اللي حصل بالضبط في العراق تحديدا في الموصل. دخلت داعش لعنها الله ولعن من آواها، وصارت مبرر لدخول هؤلاء. صارت مبرر لدخول هؤلاء المجرمين من الصفويين والحشد الشعبي مدعوم بالدول الكبرى لسفك دماء أهل السنة. هذا باختصار اللي قاعد يصير في الموصل، وهذا باختصار اللي قاعد يصير في حلب. المدينتان تذبحان من الوريد إلى الوريد.